عمار إبراهيم، مدرب الدفاع المدني بالهلال الأحمر الكردي. اليوم عندنا تدريب متقدم لأعضاء البلدية بالرغم من الظروف الصعبة اللي تمر فيها المنطقة والظروف الأمنية الأخيرة، لكن بالنهاية استطعنا أنه ننسق مع الجهات المعنية داخل البلدية والمؤسسات المحلية، وعم نعطي تدريب لعناصر البلدية عن تدريب متقدم. باليومين الأول والثاني كان تدريب نظري داخل قاعة، واليوم نحن باليوم الثالث بالتدريب العملي بساحة المرآة بالبلدية. وبما أنه المنطقة بحاجة للتدريبات، نحن نعرف منطقتنا معرضة للزلازل، للكوارث الطبيعية الصناعية، فمشان هيك هاي التدريبات كثير مهمة للأشخاص اللي داخل البلدية حتى يكون عندهم الخبرة والاطلاع الكافي لحتى يتدخلوا بهاي الأحداث. ايوه 100 يلا